ألف مبروك للنادي المصري يا جماعة، قدم كرة جميلة وممتعة فعلا، ادى درس قاسي لبيراميدز المغرور عشان يقول له اللي فوق بقى من الغيبوبة اللي انت فيها. انت بقالك فترة كبيرة مش هنا، انت لسه ما جيتش، لسه عايش في ذكريات البطل وواخد البطولة في القارة، واللي انت راجل زعيم افريقيا. بس قبل ما نروح لبيراميدز عايزين نقول كلمة مهمة جدا لنادي بورسعيد، النادي اللي قدم كرة جريئة وكرة جميلة، وكان فيه جمل حلوة قوي في الملعب، وكمان كان ممكن يفوز على فكرة على بيراميدز بأكتر من هدف، والتعادل كان ممكن يجي من بدري كمان والفوز. خلينا نقول كمان حاجة مهمة، اللي احنا من الناس اللي هي أشادت بعمر الساعي من بدري قوي 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 قوي، وقلنا إن دي من أكبر الخسائر اللي الأهلي خسرها، لأن عمر الساعي لعيب لعيب لعيب، ودي من الحاجات اللي برضو المفروض الناس والعيون والمدربين تاخد بالها منها. مش كل حاجة اللي انت لاعب ما لعبتوش يبقى وحش وتمشيه. عمر الساعي مكسب كبير، كل ماتش دلوقتي بيجيب لك جون أحلى من اللي قبله. خلينا بقى ننقل لنقطة تانية، وهو بيراميدز. بيراميدز مشكلته ان هو، انتوا عارفين لما يكون واحد مثلا عاش الدور كبير بدري، هو ده بيراميدز. ده بالظبط يفكرني بفريق زي ايه، زي نيجيريا. نيجيريا كانت بتلعب كورة جميلة جدا في القارة وكل حاجة، بس فين في البطولات مش موجودة. بس مشكلتها ايه بقى نيجيريا؟ اللي هي بتتعالى على الكورة. بيراميدز بقى عشان خد البطولة ووصل لنهاية الدوري وي وي وي، بقى دلوقتي بيراميدز بيتعالى على الكورة، ودي كارثة كبيرة في الكورة. عشان كده بورسعيد اداله درس قاسي مش هينساه ابدا في فنون الكورة، ازاي يتعامل مع الفرق. لكن هو مع الاسف بيراميدز بيتعامل بطريقة اللي انا كبير، ودي كارثة اصلا في الكورة. لازم كل ماتش تتعامل معاه ان هو بطولة وتتواضع مع الفرق، لكن بيراميدز مع الاسف عايش في الدور زيادة عن اللزوم، ودي مشكلة كبيرة. حتى دلوقتي تلاقيه بيشتكي وعايش في الدور جدا جدا جدا. طبعا الفوز بتاع النادي المصري ما جاش وليد الصدفة، لا ده تعب وجهد وعرق، لان هم من بداية الدوري من اول مباراة اللي كسبوا فيها الاتحاد السكندري 3-1 كانوا مركزين الناس كويس جدا، وكسبوا فريق مركز وجاهز هو كمان كان الاتحاد. فهم في ماتشهم مع بيراميدز الناس كانت جاهزة للمباراة، وده شيء جميل جدا ان بدري بدري في اول الدوري كده كل الفرق تركز عشان يبقى منها في البطولة. بالتوفيق لفريق المصري، وإن شاء الله بإذن الله يكون دوري نايل دوري قوي ونستمتع كلنا بيه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.